يوم 27 يناير 2011 وائل غنيم اترصد بالصوت والصوره كان بيقابل 2 من عناصر المخابرات الامريكيه، واحد فيهم اسمه جاري كوهين. اصل الحكايه دي لما قاضي محاكمه القرن سال اللواء حسن عبد الرحمن رئيس قطاع امن الدوله في عهد وزير الداخليه حبيب العدل، وقال له تعرف ايه عن وائل غنيم ودوره في 25 يناير؟ اللواء حسن عبد الرحمن فهم معنى السؤال وايه المطلوب يتكلم عنه. يتكلم عن ملفات الجهاز السريه، لانه كان بيرأس اقوى جهاز امني معلوماتي في عهد الرئيس مبارك. وفعلا قال اللواء حسن عبد الرحمن اجابه مفاجاه. اللواء حسن عبد الرحمن قال للقاضي وائل غنيم كان اخواني وعميل امريكي، وده مش مجرد كلام مرسل، لا ده في ادله بالصوت والصوره رصدها جهاز امن الدوله وسلمها للرئيس مبارك. قاعه المحكمه كلها وقتها سكتت عشان تعرف تفاصيل المعلومه الخطيره اللي قالها اللواء حسن. اللواء حسن كمل كلامه وقال دي شهاده للوطن، حتى لو محدش صدقني دلوقتي لكن بعد كده الناس كلها هتتاكد من حقيقه وائل غنيم. القاضي ساله ايه دليلك على الكلام ده؟ رد الدليل ان الجهاز رصد يوم 27 يناير 2011 لقاء سري بين وائل غنيم وعناصر مخابرات امريكيه، وكانوا كلهم قاعدين في مطعم واترصد اللقاء بالصوت والصوره. ومش بس كده، احنا كمان رصدنا محتوى الاجتماع واتكلموا في ايه، ووائل قال معلومه خطيره جدا في الاجتماع ده. القاضي رد على اللواء حسن عبد الرحمن وساله ايه المعلومه دي؟ اللواء حسن عبد الرحمن قال اجابه محدش يتوقع. من نص اقوال المتهمين في قضيه محاكمه القرن اللي خضع فيها للمحاكمه الرئيس مبارك ووزير الداخليه في عهد حبيب العدلي ومعاه معاونيه، وابرزهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس قطاع امن الدوله. ومن خلال نص اقوال اللواء حسن عبد الرحمن رد على القاضي وقال له ان الامريكان في اللقاء ده كان بيسالوا وائل غنيم عن قوه جماعه الاخوان في مصر، وهل تقدر تسيطر على الحكم ولا لا. وكان وائل بيأكد لهم ان جماعه الاخوان اقوياء جدا وقادرين يسيطروا على الحكم. وكمل اللواء حسن عبد الرحمن وقال ان الجهاز رصد تاريخ وائل غنيم من اول ما اتخرج من الكليه. وائل اتخرج من كليه هندسه وانخرط في نشاط جماعه الاخوان، واول ما اتخرج راح امريكا وراح انشا للاخوان موقع اسمه اخوان اونلاين، وهم ساعدوه يخش مؤسسه جوجل رغم انه شاب وما كانش عنده خبره كبيره. وقال له حسن عبد الرحمن القاضي الغريب ان وائل غنيم اللي كان بينادي بالعيش والحريه كان وقتها مرتبه $90,000، وطبعا استمر نشاطه لصالح الاخوان وكمل دوره وعمل صفحه اسمها كلنا خالد سعيد، وعمل كمان موقع للبرادعي. وبعد ثوره 30 يونيو سافر ورجع امريكا لانه خلص دوره واخد جوائز من اوروبا مكافاه على اللي عمله، لان الشعب وقتها اختار طريقه. وكمان وائل غنيم عمل مذكراته وكان ثمنها 15 مليون جنيه قبضهم من مؤسسات عربيه واجنبيه. رد القاضي وقال له عندك دليل على كل الكلام ده؟ بعدين ردك على الاتهام اللي انت فرمت وثائق امن الدوله. رد اللواء حسن عبد الرحمن وقال الكلام ده مش حقيقي، ده كلام الاخوان، هم اللي عملوا كده لانهم عارفين ان انا كنت راصد تاريخهم كويس جدا. طب ايه رد وائل غنيم على كلام اللواء حسن عبد الرحمن؟ وايه كواليس اول لقاء بين وائل غنيم واقوى لواء في عهد حبيب العدلي اللواء حسن عبد الرحمن؟ بيجاوب على السؤال ده وائل غنيم بنفسه في مذكراته اللي بتحمل عنوان الثوره، وبيقول انه لاول مره يقابل اللواء حسن عبد الرحمن كان بعد ما خرج من السجن بعد 25 يناير، وفعلا كلمه اللواء محمود وجدي وزير الداخليه وقتها اللي جه بعد حبيب العدلي. واول ما دخل لقى لاول مره اللواء حسن عبد الرحمن لانه كان بيسمع اسمه كتير جدا وقت ما كان محبوس وبيتحقق معاه. وبيقول وائل غنيم انا في اول الكلام لقيت اللواء محمود وجدي بيهزر معايا عشان يفك التوتر اللي احنا كلنا كنا فيه، لان كان ساعتها مبارك لم يتنحى بعد. ولقيته بيقول لي خلي بالك يا وائل انت اشهر واحد في مصر دلوقتي. فقلت له انا مش محتاج ابقى مشهور، انا يهمني بلدي. ولقيت الوزير بيقول لي بص من المستحيل ان الرئيس مبارك يتنحى عن الحكم. فقلت له ده مش قراري، ده قرار الثوره، الثوره ملهاش قائد والقرار ده عمره ما هيطلع مني. وبيكمل وائل غنيم وبيقول انا لقيت اللواء حسن عبد الرحمن اتدخل فجاه في اللقاء وقال خلي بالك يا وائل مصر في خطر وعلى مشارف فوضى، واحتديت عليه وفجاه اتنرفزت وقلت له انت مش عارف ظباطك عملوا ايه فيا لما اتسجنت؟ ليه اتسجن 12 يوم عنايه متغميه وما اعرفش انا فين؟ كل ده ليه؟ عشان بطالب بحق الشعب في حريته وكرامته، كل ده يبقى عقابي؟ لقيت اللواء حسن عبد الرحمن بيعتذر لي وبيقول لي يا وائل الوضع اتغير وجهاز امن الدوله هيتغير استراتيجيته بالكامل، واحنا ما كناش بنعمل كده الا عشان مصر وبدافع وطني، ولازم يا وائل تخرج الموضوع مش شخصنه وخلينا نتكلم في مصلحه مصر. وبيقول وائل غنيم انا لقيت اللواء حسن عبد الرحمن بيكلمنا عن نفسه وعن اسرته وعن حياته الشخصيه، وبيقول لي كمان انه بيحضر ماجستير ودكتوراه في القانون. فهمت ان هو عايز يوصل لي
ان رجال امن الدوله مش زي ما الناس بيقولوا. وبعدين لقيته بيقول لي انه سعيد جدا باللي حصل في مصر، لان في الاول كنت خايف على مصر ان المتطرفين يستولوا على السلطه ويفوزوا في الانتخابات، لكن دلوقتي انا مطمن المصريين كلهم هيروحوا يختاروا اللي يمثلهم عكس الاول، وفي شباب واعي زيك هو اللي هيختار مصير مصر. طب ايه رد وائل غنيم على اتهام اللي هو حسن عبد الرحمن انه اخواني؟ وائل غنيم بيقول في مذكراته انه فعلا لما دخل الجامعه انخرط في نشاط الجماعات الدينيه وعلى راسهم جماعه الاخوان، لكن كان شخص دايما بيفكر ودايما صوته من دماغه، وده اللي خلى احد شيوخ المعروفين وقتها قال له انت مشكلتك يا وائل ان مالكش كبير ودايما بتفكر من دماغك بدون ما ترجع للكبار، وعشان كده انا كنت رافض فكره الوصايه وبحب المناقشه وعشان اوصل للحقيقه، وعشان كده ما كملتش معاهم وسافرت امريكا. طب ايه رد وائل غنيم على الاتهام الثاني وهو اللقاء السري اللي اتكلم عنه اللي هو حسن عبد الرحمن؟ بيقول وائل غنيم في مذكراته انه لما اتحبس في امن الدوله بعد 25 يناير فعلا ضابط امن الدوله قال لي انت كنت بتقابل مين في مطعم في الزمالك؟ قلت له 2 من زمايلي في جوجل في امريكا، واحد فيهم اسمه ماسيو والتاني اسمه جاريد كوهين. فلقيت الضابط ده اتعصب عليا وقال لي ايوه دول حضرتك اللي بتتلقى منهم الاوامر، انت خاين لبلدك وبتشتغل لصالح اجهزه مخابرات اجنبيه، انت شغلك في جوجل عباره عن ستاره لعملك للمخابرات. بيقولوا وائل غنيم انا اتصدمت من كلامه وقلت له انا مستعد استحمل كل الاتهامات الا انك تتهمني اني بخون بلدي، انا رفضت الجنسيه عشان بحب مصر. وبيكمل وائل غنيم وبيقول لقيت ضابط تاني بيحقق معايا مش مقتنع بنظريه المؤامره وسالني اسئله منطقيه وقال لي طب يا وائل هل تقابل واحد اسمه كوهين؟ مش ده غريب شويه؟ وائل غنيم بيقول انا فهمت معنى سؤاله لان مصر عندها مشاكل مع تل ابيب ولان كوهين كان يهودي الديانه، فقلت له اللي بيحصل في مصر لو خطه محكمه ومؤامره اجنبيه ازاي شخص زي كوهين بتقولوا عليه انه محسوب لمخابرات اجنبيه يخش البلد في وقت حساس زي ده وكمان يقابلني؟ هل النظام غبي قوي انه يسمح باسقاطه بالشكل ده؟ وقلت له انا فعلا قابلت كوهين لانه كان عايز وقتها يقابل شخصيات دينيه معروفه وبعض صناع القرار لانه كان بيجهز مؤتمر كبير جدا في ايرلندا لمواجهه التطرف الديني. طبعا الضابط قال لي بس كوهين اسم غريب، انت ليه مش حاسس بخطر؟ يعني انت تقابل واحد زي ده ومش عارف خلفيته؟ فقلت له انا عمري ما قابلت كوهين قبل كده وكل معلوماتي عنه انه امريكي، ما اعرفش اكتر من كده، هو في قسم في جوجل وانا في قسم تاني، وبعدين علاقتي بيه مش قويه زي ما انت فاكر، احنا في قسمين مختلفين زي ما قلت لك. واتكلمنا اكتر من مره في التليفون وكنت برتب له زياره لمصر عشان اساعده في المؤتمر اللي هو عايزه، لانه كان عايز نرتب له مقابله مع رموز دينيه زي شيخ الازهر، معز مسعود، عمرو خالد. فقال لي الضابط التاني لا بس احنا رصدنا بالصوت والصوره اللي انتوا اتكلمتوا فيه، انتوا في القعده اتكلمتوا على مصر واتكلمتوا على مظاهرات 25 يناير، ليه بقى بتتكلم معاه طالما العلاقه كده؟ فقلت له احنا اتكلمنا عن مصر، لكنه هو عارف برضه ان انا ناشط سياسي وشاركت في مظاهرات 25 يناير، وكنت بساله عن موقف امريكا اللي متوقعه بما انه امريكاني، وقال لي انه شايف اوباما عمره ما هيتخلى عن مبارك لانه شايف ان مبارك اقوى حليف ليه في المنطقه. وباقي الحديث اتكلمنا بس عن جوجل. في نهايه الفيديو انت مصدق مين؟ اللي هو حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدوله اللي قال فيه ان وائل غنيم عميل امريكي واخوان، ولا مصدق كلام وائل غنيم وتبريراته على الاتهامات دي؟ شاركونا براكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو لايك وشير، وطبعا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.